السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احنا النهارده عندنا وصفة سهلة وبسيطة اللي هو الفطير الشرقي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واي بنوتة ممكن تخش تعرف تعمله، تطبقه على طول. يا دوبك احنا بس هناخد وقت في اللي هي ترتاح، يعني نص ساعة ساعة، نسيب العجينة بس لما ترتاح ونخش نشوف المقادير. معانا ايه؟ معانا كيلو من الدقيق، ومعانا معلقتين سكر، ومعلقه صغيره من الملح، وكوبايتين ونص من الميه، ومعانا زيت. تعالي بقى نخش نشوف المقادير هنعملها ازاي. ادينا هنحط الملح والسكر على الدقيق اهو، وهنخلطهم كده كويس قوي مع بعضيهم، ونكون نخلين الدقيق كويس قوي. هو دقيق متعدد الاستخدام يعني، ماشي. ومعانا هنا كوبايتين ونص من الميه، هنحطها حبه حبه. هنقعد نعجن فيها لحد ما تلم معانا. نقعد بقى نعجن فيها كده. اهم حاجه في العجن بتاعها هتاخد معاكي 10 دقايق، من 10 لربع ساعه. المهم اللي هي تتعجن كويس عشان احنا عاوزينها تبقى ناعمه وبتمط معانا. هعجنها يا حبايبي وارجع لكم تاني. اهو يا بنات، بعد ما عجنا العجينه اهي ولمت مننا، هنعرف ازاي اللي هي خلصت لما نمسكها كده وتلاقيها زي بتمط معاكي كأنها استك او لبانه اهي. اول ما تمط معاكي كده اعرفي اللي هتطلع ان شاء الله حلوه وناجحه. وبعد كده هنلمها كده اهو، وهنحطها فين بقى؟ هنحطها في الطبق بتاعها دلوقتي، ونجيب معانا طبق تاني او صاجه هندهنها كويس قوي من الزيت. هندهنها حلوه قوي كده اهو. وبعد كده هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنعملها معانا بقى كور معانا قد ايه؟ قد البرتقانيه او البيضه الكبيره اهي. هنمسك كده واحده واحده، هنمسك كوريه كوريه اهي، نمسك واحده واحده كده. بس اهو يبقى ننزل مع، شايفين كده الكرة تبقى قد البرتقانية البلدي، ونسقها كده، ندهنها بالزيت ونحطها كده اهي تاني. قد البرتقانية البلدي او البضاية الكبيرة اهي كده، وتدهنيها زيت كده. ادهني بقى زيت عشان الوش بتاعها ما يشققش معاكي. كمان واحدة. بسم الله ما شاء الله. بس العجينة معايا زي الملبن، عجنتيها كويس هتطلع معاكي نتيجة زي الفل اهو. بعد كده بردك ندهنها شوية زيت كده، وبعد كده هنحطها هنا. هخلص بقى انا الكميه وارجع لكم تاني. اهو يا بنات، بعد ما خلصنا بعد ما كورناها وخلصناها، هنسيبها بقى ترتاح دلوقتي نص ساعه او ساعه عشان تفرد معانا من غير ما تتقطع. وطلعت لنا 13 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عملت لنا 13 كوره. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنغطيها، نسيبها تريح خالص. تغطيها بقى باي حاجه عندك، باسترتش، ورق استرتش، اي حاجه، فوطه نظيفه، اي حاجه، وتسيبيها كده في المطبخ ساعه او نص ساعه، وبعد كده تبتدي تشتغلي فيها. هنسيبها تستريح وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي، بعد ما خلاص الخميره بتاعت الفطاير بتاعتنا اخدت راحتها، قعدت ساعه يا ساعه يا ساعه ونص يا ساعتين، يعني على قد ما بتقدري بتريحيها هتاخدي منها نتيجه حلوه، هتتفرد معاكي من غير ما تتقطع. اهو كده، هو اديني فردت واحده اهي. معانا بقى الحشو ايه؟ هو معانا سجق، ومعانا لحمه مفرومه، ومعانا بتاع ده فلفل متقطع صغير، ومعانا جبنه موزاريلا على جبنه شيدر، ومعانا زيت. تمام. اي بقى حشوه عندك حطيها، عندك سجق، عندك سوسيس، عندك فراخ، عندك اسمه ايه، عندك بتاع ده، قولي معايا، السجق،
اي حاجه هتنفع. هنمسك كده هنعملها شرايح. انا فردت دي، هنعملها بقى كده شرايح زي ما انتم شايفين. هنعملها بقى قصاد بعضيهم كده بالتساوي، ها، يبقى كلها بالتساوي كده قصاد بعضها كده اهو. كده اهو. هنحط بقى الحشوه اللي احنا عاوزينها اهي. يعني مثلا هنحط اللحمه المفرومه، هنحط هنا لحمه مفرومه، اي حاجه عندك في التلاجة هتنفع، بسطرمه، سوسيس، همبرجر، ابتدى فراخ، اي حاجه هتنفع. نحط فلفل برضك، عندك فلفل الوان تمام، انا عندي فلفل اخضر وعيالي مش هياكلوا كده كده الفلفل. زيتون اخضر، اسود، اي حاجه اهو. هنمسك هنا اهو الطرف بتاع الفطيره كده ونروح مقفلينها كده كده اهو. هتدهني بقى ايدك زيت كده كده، وهتروحي حاطه كده، هتروحي ماسكه الطرف ده كده اهو، هتروحي قافلاه كده، والطرف التاني اهو كده بردك نفس القصه، وتروحي بردك قافلاها كده، تروحي شاده وعامله كده. ما بين طبقه وطبقه بنحط شويه زيت سمنه وزيت، عندك زبده وزيت اهي. هتجيبي بقى الطرف ده بردك كده وهتروحي مقفلاه على ده كده اهي، واهي كده. هعمل لك احلى فطير شرقي ان شاء الله النهارده اهو. بسم الله ما شاء الله على العجينه وجمالها اهي كده اهو. هتروحي جايبه دي كده اهو بردك اهي، وتروحي مقفله بقى بدي. بص بقى هشه وجميله ازاي اهي. لا اهي. هنعمل واحده تانية اهو. دهنا كمان الرخام اهو زيت، ونروح حاطينها بردك كده ونروح فردينها اهي. بصي العجينه عامله ازاي. افرجي بقى، افرجي وخليها رقيقه، كل ما تخليها رقيقه هتورق معاكي اهي من جوه كده لبره. خليها مورقه وخليها خفيفه خالص، يعني تشوف الرخامه من تحتيها اهي كده اهو. وهنسويها بردك على النار علشان فوق البوتاجاز، علشان بردك الفرن بتاعه مش متظبط او اللي ما عندوش فرن لا يعرف يعمل بردك ويشتغل اهي. بس لو هتعمليها وش بيتزا يبقى هي عاوزه الفرن عشان الشوايه، اما احنا هنعمل منها فطاير على البوتاجاز وهنعمل منها بتاع. ادينا اهو بعد ما ورقناها خالص اهي، هنجيب بردك السكينه بتاعتنا ونروح جايبينها كده بالطول اهي، كل 4 صوابع اعملي واحده، بس انا بالعين يعني عشان عارفه اهو. المهم يبقى ايه قصاد بعضيهم، حاولي يبقوا قصاد بعض. هنجيب بردك كده اهو السجق معانا، بس السجق عاوزين ايه، نحاول نجيب السجق ايه اهرسيه شويه علشان السجق ايه ما يقطعلكيش العجينه. هنحط السجق كده هناخد شويه سجق كده، وهناخد بردك شويه جبنه عليهم وشويه زيتون وكم واحده من الفلفل الزيتون اهو.
هتجيبي بردك دي كده، هتشديها لبره كده وتروحي جايباها كده. هتدهني بردك ايدك زيت كده اهي كده. تروحي شدها كده، هتروحي بردك لفها كده اهي كده. حاولي بقى اظبطيها وما تخليهاش مكلكعه عشان تورق معاكي اهي. كل ما تحسي ان ايديكي خلاص ابتدت تنشف من الزيت تروحي بلاها تاني. كده اهو. الحركه دي هتخلي الحشوه في النص بالظبط. كده اهو. وتروحي جايبه دي كده، وتروحي جايبه دي كده. لو اي حاجه زياده برضك تشيليها عادي اهي. الحشوه بتاعتنا اهي في النص. هنجيب الطبق بتاعنا برضك اللي احنا عملنا فيه ونحط فيه كده. هعمل كمان واحده معاكم والباقي ايه هكمله واوريكم التسويه ازاي. برضك هندهن كده الرخامه بتاعتنا ونروح عاملين كده. تبلي ايدك بقى زيت كده برضك تروحي من جوه لبره بقى اهي، ورقيها اهي. اهي هنفرد بقى كويس قوي بحيث ان انت تشوفي الرخامه من تحتيها، هتشوفيها من تحت وهتلاقيها ايه مورقه وخفيفه اهي. بسم الله ما شاء الله. بصي هي مورقه ازاي. هنجيب بردك السكينه بتاعتنا، هنعمل ايه كل 4 صوابع هنقطع كده، هنقطعهم بردك قصاد بعض، نحاول نقطعهم قصاد بعض. هنحط بردك الحشوه بتاعتنا هنا كده. انا هعمل دي معاكم واقفلها واخلص انا الكميه واوريكم بقى التسويه هنعملها ازاي. اهو كده اهو. هنجيب الجبنه الموزاريلا اهو، اي حشوه بقى عندك حطيها بس تكون مستويه عشان مش هتاخد وقت خالص على النار. لو الموضوع لو الحاجه نيه مش هتبقى مستويه جوه الفطير بتاعنا، واحنا عاوزينه يبقى مستوي اهو كده. وهتروحي فرده كده شده لبره كده وتروحي شده كده وتروحي فرده. هتروحي بقى بله ايدك بردك زيت كده اهي، تروحي عامله كده واحده شمال كده وواحده يمين، وتروحي جايباها دي كده اهي، تروحي جايبه كده اهي كده اهو. الحركه دي بقى ان شاء الله تخليها لك في النص بالظبط ومورقه وحلوه قوي. كل ما تحسي ان ايدك نشفت تروحي بلها زيت كده عشان تورق معاكي. تروحي جايباها دي كده اهي، تروحي جايباها كده وشده، تروحي جايبه دي كده ومقفلاها عليها اهي كده اهي. ايه رايكم بقى في الجمال ده اهو. هروح اكمل بقى الكميه واجي اوريكم التسويه عامله ازاي. اهو يا حبايبي دلوقتي حطينا شويه زيت وحطينا في قلبها الفطيره بس تكون بقى على عين وسط
ونفضل معاه. ويا ريت يكون الطاسه ما بتلزقش، بس يكون عين وسط بقى، عشان ايه هتستوي معانا من تحت ومن فوق. اول ما تستوي من تحت هنقلبها على فوق. خلاص يا حبايبي، دلوقتي خلصنا الفطير بتاعنا اهو، اللي هو الفطير الشرقي. وتعالوا بقى نشوف دلوقتي احنا عملنا ده على الطاسه، بس اهم حاجه العين تبقى واطيه. تعالوا بقى اوريكم التوريقه من بره من جوه عامله ازاي. شفت مورقه ازاي؟ جميله جميله مورقه، والحشوه في النص بالظبط. ناخد لكم كمان واحده من هنا اوريكم ازاي قد ايه هي مورقه من جوه، طبقات. هي سخنه بس عشان لسه طالعه. شفت عامله ازاي؟ تحفه تحفه تحفه، ومورقه وتحفه. جربوها يا حبايبي ومش هتندموا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.